بسم الله الرحمن الرحيم. ليتنا كنا معهم، ووالله إنه لمشهد من أحلى المشاهد وأجلها. ليتنا كنا معهم، ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. رأيت النبي يبكي. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وكان حزينا بأبيه وأمي، فقال للرجل: قل لأمتي وقل لأتباعي أليس لي حق عليهم أن يفتوني بأنفسهم؟ أليس لي حق عليهم أن يفتوني بأنفسهم؟ قل لأمتي. رأيت النبي يبكي. نشهد الله وملائكته وحملة عرشه أننا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلنا والناس أجمعين، ولو فتحت لنا الأبواب لفديناه بكل غال ونذير. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل لأمتي. رأيت النبي يبكي. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما قال الله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثم بنا، فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا، تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا. إن كان قد عدت في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. اسمع وقل لأولئك الذين يقولون لماذا تقاطعونهم. اسمع وقل لأولئك الذين يقولون لماذا تقاطعونهم. كيف تطيب أنفسكم أن تأكلوا طعاما أو تشربوا شرابا؟ كيف تطيب أنفسكم أن تأكلوا طعاما وشرابا صنعه أولئك الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأمروننا بعدم مقاطعتهم أيضا؟ أشهوات بطونكم أحب إليكم من الله ورسوله؟ أشهوات بطونكم أحب إليكم من الله ورسوله؟ فتبا لكم ولبطونكم. والله لا نذوقها أبدا ما حيينا، والله لا نذوقها أبدا ما حيينا، حتى نلقى حبيبنا على الحوض وسنرى من يرد عن حوضه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. سنرى من الذي سيرد عن حوضه في ذلك اليوم. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات. نشهد الله وملائكته وحملة عرشه أننا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلنا والناس أجمعين، ولو فتحت لنا الأبواب لفديناه بكل غال ونذير. ولقد اتصل علي أحد الثقات الذي أعرفه تمام المعرفة، اتصل علي باكيا شاكيا وقال: جاءني شيخ كبير أعرف صلاحه وتقواه ولا نزكي على الله أحدا، وأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وكان حزينا بأبيه وأمي، فقال للرجل: قل لأمتي وقل لأتباعي أليس لي حق عليهم أن يفتوني بأنفسهم؟ أليس لي حق عليهم أن يفتوني بأنفسهم؟ أما قال الله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ أما قال الله: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ثم بنا، فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا، تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا.
إن كان قد عدت في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا.